طبعا كل الناس زعلانة بسبب مسلسل بطن الحوت. مسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزي صالح. المخرج أحمد فوزي صالح. طبعا مسلسل بطن الحوت كان فيه حد اللي هو كروان مشاكل طالع فيه. وطبعا المخرج فرحان بيه جدا. ودي ده مش عيب الولد ده، مش عيب كروان مشاكل، ده عيب المخرجين وعيب الاعلام اللي هو بيكبر حجم اشخاص ما تنفعش. يعني بدل ما تطلعوا سيئات او تطلعوا اشخاص تنشر البلطجة في الشوارع المصرية وتطلعوها ترندات، لا، في ناس تستحق اكتر من كده. في شباب تستحق اللي هي تطلع ترندات، في شباب ما شاء الله دكاترة، وفي شباب ما شاء الله مهندسين، وفي شباب يعني حتى الطفل اللي هو دخل دخل جامعة زويل، ما حدش استضافه. يعني ما حدش اتكلم عنه. يا جماعة، مش احمد مشاكل هو مصر، ولا كروان مشاكل دوت هو مصر. مصر مش كروان مشاكل. الاعلام المصري لازم ينتبه جدا هيستضيف مين، لان واجهة دي واجهة جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية مش كروان مشاكل علشان تكبروا حجمه وتنشروا تنشروا تاني. يعني كان في عندنا نموذج، ونموذج صلح من نفسه وعدل من نفسه. تعملوا نموذج تاني من البلطجة، تعملوا نموذج تاني للشباب اللي هي تاخد الولد ده نموذج ليها. مش دي مصر. مش دي مصر. اعلام مصر لازم يعرف كويس جدا وينتبه الايام دي كويس جدا، لان المصريين عقلياتهم اتغيرت. الشباب عايزين حد يحفزهم للاحسن، مش طالع لي جايب لي ولد وعامل المسلسل كله على تجارة الممنوعات. دوت مش اعلام مصر، ومش دي افلام مصر اللي المفروض تبقى في الجمهورية الجديدة، مش المفروض تبقى في مصر الحديثة. لازم ننتبه ولازم ناخد بالنا. ومش مصر هي كروان مشاكل. مصر فيها شباب يفوق كتير جدا 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 عن النموذجات اللي انتوا بتكبروها وبتعملوها وبتطلعوها ترندات وبتدوها كمان جوائز. انا خايفة والله ياخد بعد كده جائزة احسن ممثل في جمهورية مصر العربية. تحيا مصر وتحيا رئيسنا عبد الفتاح.